شلون تتعاملين ويا الشخص اللي يخليش دائما تتاخرين؟ اكتفي بالصمت، ما احاكي. زوجك ما يخليك يلا يستعجل بكل شيء. لا دائما، خصوصا يعني بالجامعة، لا دائما انا ضاربهم بوري. المجتمع مرتبط هو اساسا بالمواعيد. باعي هي مو قله احترام، مرات يجوز عنده في الظرف. يعني ما تبدلون وتقعدون تنتظروها؟ اي مرات طلعت تتاخر ماما. الالتزام بالمواعيد شيء مو سهل، هو احترام لنفسك قبل ما يكون احترام لغيرك. تعالوا ويانا نسمع رأي الناس بهذا الموضوع. التأخير، انت انسان ملتزم بالمواعيد لو لا؟ اكيد، لانه التاخير حقيقه هو ياثر على الانسان، يعني من الناحيه النفسيه، من ناحيه حتى نريد نقول يعني كعائليه او مجتمعيه. تحس اللي يتاخر هو قله احترام لو لا مبالاه؟ باعي هي مو قله احترام، مرات يجوز عنده في الظرف، عنده في الشغله يجوز تاخره، ومرات اكو لا مبالاه. لا قلة احترام لا ابد، لا. اي لا مبالاة نوعا ما، هم دائما مستعجلين. زين، ياثر على المجتمع برايك؟ اكيد، لانه لازم يصير تساوي بين الرجل والمرأة، لازم يحسون بينا. لازم قطع. هم عندي شخص بالعائله دائما يخليش تنتظرين؟ يعني الصراحة لا، زوجي زين ما مخليني انتظر. ملتزم، بس مثلا بناتي يتأخرون يلا يطلعون، فلذلك احب دائما اطلع انا وابني. اللي يوصل على الوقت الناس تسميه الانجليزي، والانجليز كلش مهم عندهم احترام الوقت، لان التاخير ممكن يسبب مشاكل بالمجتمع وبين الافراد. راح انتظركم تكتبوا لي بالتعليقات انتم تتاخرون لو لا.